السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا رزاع، فيديو جديد من قناتكم قناة رزاعة فيفا. وهو النهاردة جينا بفيديو قوي جدا جدا جدا، اللي قلنا لك على أفضل تشكيلة في إفس موبايل، ولكن تشكيلة اقتصادية، يعني تشكيلة أقل من 100 مليون، من حراسة المرمى لغاية المركز الاس تي، كلهم أقل من 100 مليون. واعتمدت النهاردة في اختيارات على إن اللعبة كلها تكون بأعلى أوفر، وفي نفس الوقت بأقل سعر، وفي نفس الوقت بأعلى أداء على أرضية الملعب. فكل ده هنعرفه في الفيديو النهاردة، ولكن قبل ما نبدأ أتمنى منك أن تصلي على أفضل خلق الله سيدنا محمد، وتذكر اللي تحت في التعليقات وتدعمنا وتضغط على زر لايك وتنضم لعائلتنا عائلة الرزاع وتشترك في القناة. وليتس جو على الفيديو. وادي هنا يا رزاع دخلنا على لعبة اف سمول، ونبدأ طبعا بمركز حراسة المرمى. ومطلوب مني دلوقتي ان انا اجيب لك حارس مرمى اسطوري وبأقل من 100 مليون. وطبعا ما لقيتش احسن من الاسطورة الهولندية دوديك حرفيا اسطوري جدا، 75 مليون فقط. وهيبقى معاك حارس حرفيا هكر على ارضية الملعب، 187 طوله، وكمان الارتماء والتمركز والحاجات دي كلها طاقته عنده اسطورية جدا، فانصحك بيه. واقل من 100 مليون وكمان اوفر 100. ونروح للمركز التاني معانا، وهو مركز قلب الدفاع. وطبعا المركز ده حساس جدا، ولازم تختار فيه المدافع، ويكون مدافع اسطوره. ما لقيتش احسن من اتنين الصراحه. مبدئيا كده الاول طبعا قلب دفاع نادي روما ماتسن هوملز ب 79 مليون فقط. هيكون حرفيا معاك مدافع اسطوري جدا، 108 في الدفاع و84 في البدني، بالاضافه انه اصلا طويل، طوله 191 سم حرفيا، وطاقته حرفيا الدفاعيه اسطوريه جدا، وممتاز حرفيا على المستوى الدفاعي. وطبعا تاني مدافع هو هيكون الأسطورة البرتغالية روبن دياش، حرفيا طاقته برضه أسطورية جدا، 90 مليون فقط، 104 في الدفاع، 107 في البدني. ولو عايز حد من الاثنين ماتسون هوملز أو روبن دياز، أنصحك طبعا بروبن دياز، طاقته أعلى بكتير حرفيا، وكمان أسطورة على أرضية الملعب، وطوله 187 سم. نروح بقى للمركز الثالث معانا، ومركز الليفت باك، حرفيا مركز حساس جدا برضه، ولازم تختار فيه لعيبة يكون قوي. والصراحة ما لقيتش أحسن من لاعب هو اوفر قليل، ولكنه اداؤه على ارضيه الملعب اسطوري جدا. هو الاسطوره ما استخلتش حرفيا، يعني ما تطلبش مني ان انا انطق اسمه، بس اللاعب اسطوري، 15 مليون فقط، اوفر 98. يعني ممكن تجيبه مطور ماكس، تجيبه مطور ماكس هنا ب 130 مليون فقط. وحرفيا مدافع اسطوري بطريقه مش طبيعيه على ارضيه الملعب. يعني بص كده على طاقته، هو طوله 180، يعني مش قصير، وهيقدر يسد. وكمان الدفاع بتاعه عالي، وكمان السرعه بتاعته متوسطه، ولكن لما تديله التدريبات هيزيد اكتر واكتر، وحرفيا هيكون ظهير اسطوري جدا جدا جدا. وبرضه يعني اضطريت ان انا اختار ان مفيش ظهير اقل من 100 مليون، وفي نفس الوقت يكون اوفر 100 مثلا او اوفر 99، ويكون عاجبني الصراحة. دول برضو مش عاجبني، وقلتهم في الفيديوهات اللي فاتت. نروح بقى للمركز الخامس معانا، وهو مركز الرايت باك. مركز الار بي برضو مركز حساس جدا، وفيه لعيبة غالية زي مركز ال بي، ولازم نختار الافضل. وطبعا بالنسبة لي الصراحة انا ما لقيتش احسن من واحد فقط، وهو بوش. هو الوحيد اللي قال يعني من مع شوية لعيبة كمان هو أقل من 100 مليون، وكمان أوفر برضو 98 ب 25 مليون فقط. تقدر تجيبه برضو مطور ماكس ب 180 مليون، وحرفيا برضو ظهير اسطوري جدا. هتلاقي طاقته الدفاعيه عنده اسطوريه، 104 105، وكمان الادراك عنده 102، وكمان السرعه والتسارع عنده كويسين، ومع التدريب هيزيد اكتر واكتر. فالصراحه برضو ظهير قوي جدا، وكمان بسعره قليل، وتقدر تشتريه بالنسبه طبعا لارتفاع اسعار اللعيبه اللي موجوده في مركز الار بي. نروح بقى للمركز التاني معانا، هو مركز السي دي ام. مركز برضو مركز يعني الاسعار فيه نازله، وجيت النهارده اقول لك على افضل لاعب. الصراحه اللاعب ده عاجبني جدا، هو النحله انجولو كانتي برضو طاقته الصراحه اسطوريه، 90 مليون فقط، اوفر 102. وحرفيا طاقته اسطوريه، الدفاع عنده عالي، كمان الايقاع عنده مش سيء برضو، يعني سريع بالنسبه للاعيبه السي دي ام. وحرفيا طاقته الدفاعيه اسطوريه. نروح بقى للمركز اللي بعد كده، هو هيكون مركز السي ام. برضو مركز قوي جدا، واللعيبه فيه دلوقتي بقت اسعارها مرتفعه. والصراحه ما لقيتش برضو احسن من اللعيبه اللي اقولها لك دلوقتي. اولهم طبعا هو الاسطوره بيريرا، حرفيا طاقته اسطوريه جدا، خمسه قدم ضعيفه، ولكن مشكلته انه ثلاثه حركه مهاره. ولكن مش هتفرق معاك قوي بالنسبه لانه طبعا خط لاعب سي ام اف، وكمان التمريرات عنده اسطوريه، وطاقته الدفاعيه والهجوميه متوازنه بيناتهم. والصراحه اللاعب برضو قوي جدا، وانصحك بيه لو عايز لاعب سي ام. وكمان يعني هو سعره 100 مليون بالظبط كمان، يعني تقدر تجيبه. ويعني اقل من 100 مليون، يعني في الطبقه الاقتصاديه الضعيفه، يعني مش احسن حاجه. نروح بقى للمركز اللي بعد كده، هو مركز الكام. برضو مركز قوي جدا ومهم جدا على ارضيه الملعب.
انا الصراحه ما لقيتش افضل من اتنين. انا هقول لك عليهم وانت بقى تختار بيناتهم. الاول هو باولو ديبالا ب 60 مليون فقط، اوفر 101، وطاقته اسطوريه. مشكلته انه ثلاثة قدم ضعيفه، ولكنه خمسة حركه مهاره، طاقته في المراوغه اسطوريه، وكمان سرعته مش احسن حاجه ولكن التسارع جيد جدا، والتسديدات عنده ممتازه، والتمريرات عنده ممتازه. فالصراحه اللاعب كويس جدا، وقلت برضه اقوله لك في الفيديو. واللاعب التاني برضه في مركز الكام وهو باجيو برضه دقته اسطوريه، خمسة قدم خمسة حركه مهاره، اربعة قدم ضعيفه، يعني اعلى من ديبالا. وكمان المراوغة عنده اسطوريه، والسرعه عنده متوسطه، والتمريرات عنده ممتازه. فالصراحه برضو الاتنين اسطوريين، ولكن لو انصحك بحد فيهم انصحك بباولو ديبالا. نروح بقى للمركز اللي بعد كده، هو مركز الليفت وينج. ما لقيتش الصراحه افضل من اللاعب اللي بيلعب في الدوري السعودي. وما لقيتش الصراحه افضل من اللاعب كاراسكو. حرفيا طاقته اسطوريه جدا بطريقه مش طبيعيه. اللاعب بلجيكي ليفت وينج اوفر 100، وكمان سعره رخيص جدا. وحرفيا المروع عنده اسطوريه، والسرعه والتسارع عنده حرفيا مقفلهم. السرعه عنده 110، والتسارع عنده 109، وكمان اربعه حركه مهاره واربعه قدم ضعيفه، والتسديدات على الجون مش بطاله برضو، طاقته يعني كويسه. فالصراحه اللاعب اسطوري جدا، وانصحكم بيه لو عايز كمان لاعب ليفت وينج. اما بالنسبه لمركز الار دبليو فبرضه في لعيبه مميزه كتيره جدا. واللاعب الصراحه اللي انا اخترته هو اللاعب الكاميروني امبيبو. اللاعب الصراحه ممتاز جدا، 30 مليون فقط، اوفر 100، وبرضه طاقته الصراحه اسطوريه، اربعه قدم ضعيفه، اربعه حركه مهاره، ثلاثه قدم ضعيفه، وكمان طاقته اسطوريه، سريع جدا، وكمان التسديدات عنده حلوه، والمراوغه عنده ممتازه. فالصراحه برضو اللاعب متكامل وممتاز جدا بالنسبه طبعا لمركز الار دبليو. فانصحكم بيه، وكمان سعره 30 مليون فقط. وهنا طبعا نروح للمركز الاخير معانا، مركز الاس تي. هجيب لك اتنين في مركز الاس تي، وانت تختار ما بيناتهم. هنصحك طبعا تجيب مين فيهم. اول واحد هو النيجيري لوكمان. الصراحه الطاقات بتاعت لوكمان اسطوريه، يعني حرفيا هو ب 70 مليون فقط، اربعه حركه مهاره، اربعه قدم ضعيفه، وسريع ومهاري، ولكن التسديدات بتاعته بالنسبه لانه مهاجم مش احسن حاجه. طب مين بقى التاني اللي هيحل لك المشكله دي؟ هو فيكتور اوسيمين البلجيكي، وكمان عندك الفاريز. التلاته هستبعد الصراحه اوسيمين، واقول لك لوكمان والفاريز هم دول اللي هختارهم لك، واقول لك وارشحهم لك يعني. لوكمان احسن في المهارات، ولكن الفاريز الصراحه اسطوري جدا، سعره 98 مليون، والتسديدات عنده اسطوريه. هو احسن من لوكمان بكتير، ولكنه اقل منه بشويه في الايقاع وفي المراوغه. فالصراحه لو انت عايز مهاجم طبعا هيكون الفاريز، ولكن لو انت بتعتمد على المهارات والكلام ده كله فانصحك بلوكمان. الصراحه اسطوري، الصراحه الاثنين اسطوريين جدا، وانصحك بواحد منهم لو عايز. وانصحك اكتر بالفاريز، لان انت في الاول وفي الاخر انت هتشوط بالمهاجم، مش هتقعد تعمل بيه مهارات وكده وبس. وبكده رزقكم، وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك تكون صليت على النبي، ذكرت الله ودعمتني، ودوست على زر اللايك، وانضميت على قناه، وانت ما تنساش تشترك في القناه. وجود باي.